ده مشكله ده. ايه يعني انا ما كنتش حابب اتكلم على هذا اللاعب، لان هو يعني صرح تصريحات قبل كده ان هو اتظلم ان لعب في مكان باك رايت وان حسام حسن لعبه باك رايت، وافاجئ انه ان هو اساسا لعب في فيوتشر باك ليفت يعني، ولعب باك يعني هو بيلعب في منتخب مصر باك رايت. وخلينا بقى ده كمان بقى الباك ليفت في فيوتشر. لا معلش يا كابتن، وباك رايت دلوقتي في منتخب مصر ما بيلعبش غير باك رايت من ايام كروش. طب هل رؤيتي انا من كام سنه وانت جايه من نادي درجه تانية ساعتها من الشرطه، كان ساعتها نادي درجه تانية وكان والده راجل محترم كمال عبد الواحد. كمال عبد الواحد ده حبيبي، كلمني كتير ان اللعيب يكون معايا وترجاني ان، بس طبعا انا ما بجاملش حد، فانا توسمت فيه ان هو يتعلم معانا في الفتره اللي كانت قويه بالنسبه للنادي المصري. كنا بنلعب في افريقيا. كابتن عبد الواحد عمر عبد كمال صرح من فتره ان هو اتظلم ان انا لعبته باك، فدلوقتي بيلعب منتخب باك وبيلعب في فيوتشر السنه اللي فاتت باك رايت، مش باك رايت كمان باك ليفت. فهل هو استفاد من ان انا التوظيف اللي انا وظفته له؟ بقول لحضرتك بيلعب في المنتخب باك رايت. طب قول لي انت من ايام كروش، بدل ما يقول لي يعني حاجه الحمد لله ان في مدرب يطلع منه امكانيات معينه ولعبه في حته معينه. اهري يا كنكه وخليك على نارك، لا شاي ولا بن حطالك، ليه بيقطع في عمر كمال؟ ما تيجوا نشوف. خلاص كان منتهي تماما، والكابتن حسام عارف، قال لي لا مش هتمشي وهيفضل معايا. قلت لا انا مش هقعد، انا مش هلعب، مش هعرف العب. كابتن حسام مين؟ كابتن حسام حسن، ما هو كان في المصري لما انا رجعت من الاسيوطي 6 شهور. خلي بالك مش تمشي ازاي، ما هو انت كنت بتتمرن بورسعيد وهو ما كانش عايزك. دي الفتره اللي انا قبل ما اروح فيها الاسيوطي رحت اسيوط ولعبت رجعت. انبي بعت فاكس نفسي للنادي المصري وخلاص كل حاجه. خلاص الكيمياء مش ماشيه مع الكابتن حسام، مش هيمشيني، مش هتمشي. وبعدين وحصل مشاكل كبيره قوي ومش هتمشي، مش همشيك من النادي. وما بتلعبش وما بلعبش. من هنا لهنا راح حاططني قائمه انتظار. فضلت بقى، قال له عشان تمشي لازم تيجي تتمرن. قعدت في البيت، عشان تمشي لازم تيجي تتمرن. فجيت اتمرنت. طب فلوسي، طب قسطي الشهر، خصم. كانت اصعب ايام حياتي الفتره اللي هي بتاعت نادي المصري، اللي هي اول سنتين دول. ثم فضلت قاعد في المصري ولا رحت بقى حته؟ ثم قعدت في المصري. جيت كابتن ايهاب جلال. يا ابني ربنا بيعوض، افترق عليك، ربنا كرمك بنادي الاهلي. سلام.